اشترك في القناة ليصلك كل جديد. أنا هعلمك برنامج دافينشي فيرجن 18 و6 في 10 دقايق بس. دي واجهة البرنامج، دي منطقة العمل، ودي منطقة المعاينة، وده المكان اللي بضيف فيه الميديا، يعني بضيف فيه الفيديوهات، الصور، الموسيقى. تعالوا دلوقتي نسحب الفيديو. بيسألني هنا بيقول لي ان الفيديو ده عايزه ينزل بالفريم ريت بتاعه ولا نغير الفريم ريت بتاعه ونخليه نفس الفريم ريت بتاع البرنامج. فانا هختار تشينج يعني تغيير، وهنسحب باقي الميديا. وهنضغط على إيديت. الواجهة معايا فليكسبل، يعني ممكن اتحكم فيها زي ما انا عايز. تعالوا نسحب الفيديو. من هنا بعمل زوم. دي أداة السهم اللي احنا مختارينها واللي بنختار بيها الفيديوهات والصور وبنحركها من مكانها. ونسحب الصوت. دي تراكات الصوت بتبقى من تحت، ودي تراكات الفيديو والصور. هحدد الفيديو ومن هنا بقدر ان انا اكبره، اصغره، احركه، اعمل له دوران. ومن هنا ممكن اتحكم في الصوت بتاع الفيديو. عشان اغير في القيم دي، اما ان انا بضغط كليك وبكتب القيمة اللي انا عايزها، او بضغط كليك واتحرك يمين وشمال. ده الزوم، بيكبر ويصغر الصور او الفيديوهات. في البرنامج هنا التعامل مع الفيديوهات زي الصور بالظبط. ممكن الغي الربط اللي ما بين الطول والعرض من هنا، يعني لو غيرت في الطول يتغير لوحده والعرض يتغير لوحده. البوزيشن ده بغير بيه المكان بتاع الفيديو. وهنا الدوران. وهنا البيتش. وهنا الفيو. وهنا فليب الانعكاس. الكروبينج ده بعمل بيه قص للفيديو او الصورة. هنا قص من اليسار، هنا من اليمين، هنا من اعلى، هنا من اسفل. سوفتنس بنعمل بيها نعومة للحواف. تعالوا نسحب صورة. ونختار الفيديو، ومن هنا بنعمل تأثير لدمج الفيديو مع الخلفية اللي وراه. وهنا هغير في الصوت بتاع الفيديو، يعني ممكن اعليه او اوطيه. وهنا الايكوالايزر، وده بقدر اتحكم في الصوت من خلاله. يعني عارفين كده اللي هو الايكوالايزر بتاع العربيات اللي بيخلي البيز يعلى او السكسكة بتعلى، اللي هو ده يعني. البيتش بيعرض ويرفع الصوت، يعني يخليه عريض او رفيع. لو جيت احرك الفيديو من مكانه الاقي الصوت بيتحرك معاه، مربوطين ببعض. لو عايز الغي الربط ده بضغط كليك يمين على الفيديو وبختار لينك كليبس. عشان اقص الفيديو ده من اداة الموز دي. ممكن احذف اي جزء من الفيديو، بضغط كليك عليه وديليت من الكيبورد. ممكن اسحب الصوت او الفيديو او الصورة بالشكل ده. احنا هنا كبرنا وصغرنا وحركنا الفيديو، بس احنا عايزين نعمل انيميشن. ده ازاي؟ يعني مثلا عايزين يحصل زوم للفيديو ده من خلال المكان ده. هخلي التايم لاين هنا في الاول، ودي بداية الحركة، وهضغط هنا على المكان ده وهفعل الربط ده عشان يربط الطول بالعرض، وهضغط كليك واكتب 0 واتحرك شوية، واضغط كليك واكتب 5/10. يبقى دي هي الحركة. بعمل معاينة للحركة من المسطرة. نفس الفكرة في البوزيشن بالظبط والروتيشن.
تعالوا نضيف تكست من effects، بختار titles ونختار الكتابة اللي احنا عايزينها ونسحبها. ومن هنا بنغير النص، ومن هنا نوع الخط، ومن هنا الخط عايزه عريض ولا رفيع، ومن هنا لون الخط، ومن هنا حجم الخط. تعالوا نكبر الخط ونغير مكانه. تعالوا نسحب صورة ونضيف انتقالة من فيديو ترانزيشن بالشكل ده. وهنا مجموعة من الإفكتس التأثيرات. وهنا مجموعة من الإفكتس التأثيرات زي تأثير مثلا تغيير الألوان، توضيح الفيديو أو الصور برضو. من هنا ممكن نغير لون الفيديو. طيب احنا عايزين الكتابة تبقى ورا الطفل. هعمل نسخة من صورة الطفل، بضغط على Alt وبحرك الصورة، وبعدين هختار الصورة اللي فوق. ودلوقتي انا عايز احذف منها الخلفية. ازاي بقى؟ هدخل من هنا وهختار ميديا N1 وهضغط شيفت وسبيس، يعني شيفت ومسطرة من الكيبورد، وهكتب لوما كي. هلاقيها ظهرت لي على طول اهو، هختارها. ودلوقتي هضغط على ألفا عشان يظهر لي الجزء اللي هيتحذف والجزء اللي مش هيتحذف. اي لون اسود هيتحذف واي لون ابيض مش هيتحذف. يبقى لازم نعكس الالوان من انفيرت كده. لازم اخلي الطفل لونه ابيض، وده من الاختيار ده. بس كده. في طبعا اجزاء بعيدة عن الطفل ولونها ابيض مش هتفرق معايا، دي هتبقى ظاهرة برضو بس مش هتفرق، لان انا عايز الجزء اللي ورا الطفل بس يبقى اسود. بس كده تمام. تعالوا نعمل اكسبورت، اخراج للعمل. ممكن اختار يوتيوب او تيك توك، بس انا هختار صيغة عامة اللي هي H264 وهضغط على اكسبورت.